السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل فراخ مشوية كده بتتبيلة جميلة وسر لونها الجميل ده اللي انت شايفاه ده كده، وتكون معانا مستوية على الاخر، وهتكون معانا بصوص التومية، ومعانا الرز الاصفر اهو، وطالع مفلفل زي الفل. انا طبخته معاكم قبل كده على القناة وعملت الطريقة كلها كاملة معاكم. طالع بسم الله ما شاء الله تحفة كده، ومفلفل زي الفل. ومعانا الفراخ كده جميلة وشكلها جميل وطريقتها سهلة جدا وبسيطة ومقاديرها ما بتاخدش حاجة خالص. اهم حاجة معانا التتبيلة، اهم حاجة معانا التتبيلة. زي ما قلنا نشوف معانا التتبيلة بتاعتنا ايه. معانا كده فرخة مقطعاها ومشققة كده الفخاد كلها كده زي ما انت شايفة، عاملة فيها فتحات بالسكينة اهو من بره ومن جوه، وغسلها كويس جدا ونقعاها في محلول النقع. ومعانا التتبيله بتاعتنا، معانا بصله متقطعه وطماطمايه وقرن فلفل حامي اهو، احمر او اخضر زي ما انت عايزه. ومعانا البهارات زعتر وروزماري وكمون وبهارات فراخ وحبهان وورق لورا، ملح. ومعانا الزبادي، نحط علبه الزبادي كلها كده كامله اهو. ومعانا الخل، هناخد كده كل المكونات بتاعتنا كده نحطها في الكبة ونضربها كلها مع بعضها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. حطينا البصل والطماطم والزبادي والبهارات كلها كده، البهارات كلها كانت هتقع على الارض اصلا. ومعانا كده كام فص توم، وهنحط برضو معلقتين خل كده عليهم، وهنضربهم كلهم بقى كده مع بعض. احلى تتبيله ممكن تشوفها للفراخ. والسر بقى في اللون الحلو اللي انت بتشوفيه كده مع الفراخ المشويه. هقولك اهو هو ايه. نحط كده معلقتين من السكر. سكر، ايوه السكر هو اللي بيدي الطعم الحلو بتاع الشوي واللون الجميل. جربوها ان شاء الله تدعيلي، بتطلع تحفه بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفاها كده ومستويه والفصوص دايبه كده وناعمه وزي الفل. بعد ما ضربناها كده بالشكل ده كده اهو، هاخد بقى اجيب طبق كده معايا، وهحط شويه كده من التتبيله بتاعتنا في قاع الطبق، معلقتين كده اهو. وهجيب قطع الفراخ واحطها فيها، واحاول كده ادعكها كلها بالتتبيله واحطها فوقها وتحتها كده علشان تتغلغل كده وتاخد الطعم الحلو بتاعنا. واهم حاجه في الموضوع انك تبيتي التتبيله بتاعتك دي ليله كامله في التلاجة، تحصلي على احلى طعم وانجح طريقه وانجح. حاولي ان انت تقلبي كده كل قطع الفراخ كده في التتبيله تدخل كده جوه الفصوص بتاعتها. انا كنت مقطعه الفراخ ديت قطع وعملت لها فتحات كده بالسكينه علشان تاخد كل الطعم الحلو. وهخلص كل الكمية كده بالطريقة ديتي، طبقة فراخ وطبقة من التتبيلة بتاعتنا اهو. وادهن كل واحدة كده واحاول ادعكها كده كويس جدا، وادخل في الفتحات اللي انا عاملاها كده من التتبيلة بالشكل ده كده. واحطها بقى كده في التلاجة واغطيها لمدة ليلة كاملة. وكل ما تقعد معاك في التتبيلة اكتر كل ما تكون بتديك الطعم الاكتر الاحسن والنتيجة الحلوة بالشكل ده كده.
تاني يوم بقى نطبق الوصفة بتاعتنا كده بقى عشان نحطها في الفرن. هناخد كده نفرش تحت في الصينية في القاع كده. معايا بصل متقطع، ومعايا كده معلقتين فايضين من التتبيلة اهم، هحطهم فوق البصل بيديني طعم حلو جدا. واحلى حاجة في الفراخ المشوية الصوص اللي بيطلع معاها في الاخر نتيجة حلوة جدا هتعجبك باذن الله. ومعايا كده معلقتين من الزيت هحطهم في قاع الصينية برضو، واحط على الفراخ من فوق. وهنزل بقى بالفراخ بتاعتنا كده اللي احنا عاملينها مع بعض وتبلناها. واحلى طريقة باذن الله هتجربوها هتدعيلي. ولو وصلت معايا لغاية هنا متنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. هنحط قطع الفراخ كده بالمقلوب كده علشان تتحمر من الجهة دي وترجع تتحمر من الجهة التانية، وبحيث ان انت برضو تكون مغطياها في النص ساعة الاولانية كويس جدا علشان تستوي معاكي، مش تاخد لونه بس، لازم تستوي كويس جدا. ده خطوة مهمة جدا برضو لازم تاخدي بالك منها. باقي التتبيله اللي كان على الفراخ هحطه فوقها كده من فوق، وهنزله عليها بالشكل ده كده. وهحط معايا كده كوبايه ماء صغيره علشان تسوي لي الفراخ وما تتحرقش معايا بسرعه. وهغطي عليها كده واحطها في الفرن، وهتطلع معانا بالجمال كده زي ما انت شايفه. طلع تحفه بسم الله ما شاء الله، مستويه وطيبه ولونها جميل وطعمها حلو قوي وحاجه نظيفه انت ضمناها عاملاها لولادك في البيت. تعرفي تاكلي الحاجه اللي انت عاملاها كده بايدك وتقدمها كده مع اي حاجه انت بتحبيها، توميه اي صوص انت بتحبيه. عاملينها كده مع الرز الاصفر طالع مفلفل زي الفل. انا عملت الرز ده معاكم قبل كده كذا مره، موجود على القناه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، بحبكم في الله، مع السلامه.